مرحبا بكم معايا في اخر حلوه. بالنسبه للعيد باذن الله راح ندير معكم بنيون. بالنسبه للمكونات نحتاج كاس ونص بسكوي بذوق الفاني اي نوع تحبوه. انا هنايا استخدمت سبيكيلوز، نزيد عليه كاس ونص نتاع كاطو تاع الشيكولا. انا هنايا استخدمت كفرات الشيكولا وانتم ديروا اي نوع نتاع كاطو اللي بغيتوه. نزيد عليهم كاس نتاع كاوكاو مقلي نصف خشن مقلي ومرحي، ونزيد عليهم نص كاس نتاع حليب غبره اللي كنت حمصتها، لازم تحمصوها باش تزيد لها البنه. نخلط هنايا النواشف كل شيء مع بعض، نزيد عليهم مغرفه تاع مارغرين مذوبه بصح ماشي مذوبه مليح مليح، ونلم هنايا المزيج تاعي بالكراميل. هذا هو القوام تاع المزيج اللي نحتاجوه، يعني تكون عجينه وفي نفس الوقت تكون شويه يابسه، ما نطريوهاش بزاف باش تعاوننا في الخدمه. هنايا التشكيل يبقى على حسابكم، حبيتوا ديروهم اصابع كما راهو باين، حبيتوا ديروهم كويرات. بالنسبه للوزن راه 30 غرام للحبه. بعد ما نوجد الحبات تاوعي كاملين نحطهم في الفريجيدير لمده ساعه ونص، من بعد كساعه باش نكلاصيهم. بالنسبه للكلاصاج انا هنايا راني درت شوكولا بالحليب اللي ذوبتها في حمام مائي وزدت لها 3 مغارف نتاع الزيت، خلطتهم لي حتى نتمزج كل شيء مع بعض وكلاصيت بهم الحبات. اذا كان حبيتوا تقدروا تزيدوا كميه نتاع الكاوكاو اللي يكون خشين مع الشيكولا وتكلاصيو بهم. هنايا وليت درتهم فوق هاد البلاستيك ودرت لهم من فوق خطوط بنفس الشيكولا اللي بقات لي باش يعني التزيين تاعهم يجي راقي. بالنسبه للجوانب نمسحهم بالمربى، ندير بالبنسو شويه تاع المربى في الجنب ونغطسها في الكاوكاو الملون بالاخضر. تقدروا ديروها بالبيستاش، تقدروا تزينوا كما قلت لكم، التزيين يبقى حسب الرغبه وكما بغيتوا. بالنسبه للكاس اللي استخدمته انايا راه دار لي 20 حبه، لكن اذا كان درتو كاس كبير يعني العبار تاعكم كان كبير اكيد راح تخرج لكم اكثر. هذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم، يكون خفيف عليكم والوصفة تكون عجبتكم. اذا كان عجبكم ما تنسونيش بالدعم تاعكم اكيد بالجيم والبارطاج. دمتم اوفياء، الى فيديو اخر باذن الله وبسلامة.